السلام عليكم البنات. اليوم في هذا الفيديو غادي نحكي لكم على اخطر حاجه ممكن تدمر حياه اي امراه، اللي هي الغيره. وماشي اي غيره، الغيره ديال اقرب الناس ليك، الغيره ديال الصاحبه ديال الصديقه. جمعت لكم ثلاثه القصص واقعيه صيفطوها لي بنات في الخاص، قصص ديال بنات كنعرفهم، كل قصه تنسيك في الاخرى. قصه الصاحبه اللي سحرات ليا، قصه الصاحبه اللي خسرت ليا الخطوبه ديالي، وقصه الصاحبه اللي عطاتني هديه مسمومه بنيه خايبه. بقاو معايا حتى الاخر باش تسمعوا لهاد القصص وتعرفوا اسباب هاد الغيره، وتعرفوا الصحبه المزيانه من الصحبه الخايبه، الصحبه اللي عندها نيه صافيه ليك والصحبه اللي نيتها خايبه. بقاو معايا حتى الاخر باش نعطيكم الحل والحصن الحصين من هاد السم كامل. وبسم الله نبداو على بركه الله. القصه الاولى صيفطتها لي امينه من كازا، كتقول فيها: كنت انا وصاحبتي بحال الخواتات، موس واحد يذبحنا، الروح بالروح، عشرة وحده ما كنتفارقوش. اللي في قلبي كنعاودها ليها، ملي كنكون فرحانه كنمشي نعاود ليها، وإلا كانت مقلقه وطالع ليا الدم كنمشي لعندها. المهم كنت حاسبها اكثر من اختي. غتبدا القصه ملي غنتزوج، وقلت لها راه غادي نتزوج. حسيت بها بحال تبدلات عليا، ما بقاتش كيف ما كانت قبل. ملي تزوجت ولدت ولدي الاول، زادت تبدلات كتار، ما بقيتش كنشوفها بزاف. من بعد وليت كنحس براسي كنمرض بلا سبب، ولدي كيبكي الليل كامل، ديما انا وراجلي مدابزين مخاصمين، ديما الغوات في الصباح وفي العشيه، لا اقل حاجه مدابزين على حتى شي حاجه، يعني حتى شي سبب اللي هو مقنع. كيحاول راجلي يرضيني وانا يا والو طالعه للسما، وغير كنبكي ومريضه. فشكينا على شنو السبب ديال هاد الحاله اللي تبدلات، شنو اللي خلى الوضع هكا يولي مأزم بيني وبين راجلي، شنو اللي غير الحاله هكا. مشينا عند راقي قال لنا بلي هذاك راه السحر ديال التفريق وديال عين خايبه من امراه قريبه. وفي التالي شفت عييت وواجهتها وقلت لها: واش نتيا اللي درتي لي هادشي؟ واش نتي سبابي في هاد العذاب كامل؟ وعلاش؟ شنو السبب؟ بقات كتشوف فيا، بغات تنكر، ولكن في التالي نهارت واعترفت. قالت لي: الغيره عماتني، سمحي لي، الغيره عماتني وما قدرتش نصبر. تتزوجي بواحد خدام مزيان بدارو بطونوبيلتو وكيبغيك، وجبتي والد غير سميتو، ما تقبلتهاش وما حملتش راسي. فالصدمه اللي كانت عندي البنات ماشي بداك السحر اللي دارت ليا، بقدر ما كانت فاش عرفت شكون دارو. لاني كنقول لكم هذه صاحبتي الروح بالروح. ما قدرتش نتحكم في راسي، بقيت مصدومه، ما عارفاش كيفاش الغيره توصل لهاد الدرجه هذه، تحاول تفرقي عائله، تشتي اسره كامله. وهي كتبكي كتقول لك: سمحي لي، ما عرفتش، هزيت راسي وزدت في حالي وخليتها. وإياكم البنات تيقوا في الصحابات إلا من رحم ربك، وإياك تيقي في الصحبة. والقصة الثانية من فاطمة من فاس، كتقول: تخطبت لواحد ولد الناس وفرحت، وقلتها لصاحبتي اللي كانت أقرب الناس ليا. جات باركت ليا وفرحت معايا، ولكن فرحة ماشي من القلب، وغتعرفوا علاش. من بعد واحد الفترة خطيبي تبدل عليا، مبقاش كيف ما كان وكيدابز معايا على والو. واحد النهار قرر انه يفسخ معايا الخطوبه. علاش؟ شنو درت؟ شنو واقع؟
من دون سابق انذار فسخ الخطوبه. من بعد عامين عرفت بلي صاحبتي مشات كتهضر فيا بالخايب عند امو، كتختار عليا القصاص. علاش؟ حيتاش كانت باغيه لراسها. ما دارش السحر، ولكن دارت شي حاجه خيب من السحر، سحر من نوع اخر، سحر الكلام والنميمه. وهذا كيكون خيب اكثر بزاف د المرات، لانه كيدمر حياه غير بالهضره والاكاذيب. وياكم تثقوا في الصحابات. والقصه الثالثه من نوع اخر. هذه سعاد من مراكش كتقول: صاحبتي جابت لي هديه ريحه غاليه بزاف في عيد ميلادي، وفرحت بها بزاف. كانت ديما عزاليه ندير منها، ولاحظت بلي انه ملي كندير منها كنحس باختناق، كنتخنق، كنحس براسي غادي نجيف، كيضرني راسي. الليله اللي كنديرها كنبات نحلم غير بالكوابيس والاحلام الخايبه ولي كوشمار بزاف. واحد النهار قلت غنحيدها كاع مره، شكيت فيها وكنت غنلوحها في الزبل. مشيت عند الام ديالي وشرحت ليها وقلت لها شنو كاين. راه هديه عطاتها ليا صاحبتي، وهذا وهذا وهذا، وريحه يعني غاليه بزاف ولكن فوقش ما كنديرها كنتخنق. علاش؟ وهي تقول لي: يا بنتي، الكادو ماشي ديما كيكون بنيه صافيه، لانه شحال من مره الكادو كيكون بنيه خايبه، والعلم الله شنو ديك الريحه، شنو دايره فيها، واش ساحره فيها ولا شي حاجه بحال هكا اللي تخليك فوقش ما ديريها كتجيفي وما كتبقايش حامله راسك وتباتي تحلمي احلام خايبه. وفعلا ملي حبست الريحه وحيدت عليا رجع كلشي طبيعي. البنات، ردوا البال من لي كادو اللي كيعطوكم صحاباتكم، ردوا البال من الكادوات اللي كيعطوكم الصحابات، خصوصا صحابات اللي قلوبهم ماشي صافيه، لان اغلبيه كتعطيك كادو وهي عاطيه لك ونيتها مسمومه. عطيك الكادو وفي خاطرها نيه خايبه. الله يعافينا ويعافيكم. ردوا البال من الصحابات، ردوا البال من الصحابات. البنات، عاودت لكم هاد 3 القصص، كل قصه بوحدها، كل قصه وكيفاش كانت، ولكن العبره راها وحده، والضربه القريبه راه كتوجع، ولكن الحمد لله ديما كاين الحل وما عمرنا ننساوه. الحل 3 الحوايج. اولا التحصين اليومي، اذكار الصباح والمساء ما يفرقوناش، ايات الكرسي والمعوذات هادو هما الدرع ديالك ديما، كل صباح وكل عشيه. كتمان النعمه، ما نبقاش نعاود اسراري، ما تعاوديش اسرارك، اسرار دارك ونجاحاتك لاي وحده اللي درتيها تبقي تعاوديها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وثالث حاجه هي حسن الاختيار. الصاحبه الحقيقيه كتفرح لفرحك وكتبكي لحزنك وما تتغيرش منك، فاحسن الاختيار. الله يحفظنا واياكم من العين والحسد والسحر. واللي عندها شي قصه وقعت ليها تحط لنا في التعليقات باش البنات ياخذوا عبره. وبارطاجيو هذا الفيديو مع صاحبتك، بارطاجي الفيديو مع صاحبتك اللي كتخافي عليها وبغيتيهاش تطيح بحال هذا النوع ديال القصص، لان سبحان الله كل شيء ولا مخلط، بقيتي تعرف الصح من الغلط، الصاحبه الحقيقيه من الصاحبه اللي نيتها خايبه. نطلبوا الله اولا واخيرا الله يعافينا ويعافيكم، وتهلاو في روسكم. السلام عليكم ورحمه الله.